تعالى أقولك على استراتيجي مضمونة 100% تخليك تبيع أي حاجة، حتى لو الهوا متعبي في أزايز، أو حتى لو عروسة شكلها وحش. لا، مش دي حلوة. الترند يا صاحبي، الترند يخليك تبيع أي حاجة حتى لو هي يوزلس وملهاش أي لازمة، والناس أصلا عمرها ما كانت تفكر تشتريها. مجرد ما حاجة تطلع ترند أو نشوف حد مشهور لابسها، أغلب الناس بتتساق وراها كأنها لقت لقية. زي مثلا المج اللي اتشهر فجأة وكل الناس بقت بتجري وراه الموسم اللي فات. مش المج ده حلو. او التوكة الفيونكة اللي فجأة اغلب البنات الصيف اللي فات بقت تحطها في شنطتها حتى لو محجبة. طب ازاي بقى تعمل ترند؟ تعالى اقولك ازاي تعمله وتخلي كل الناس تتكلم على المنتج بتاعك وتبقى عايزة تشتريه حتى لو هو يوزلس. اول حاجة القدوة، ان انت تختار حد الناس بتحبه وبتثق فيه. المقصود بالناس التارجت اودينس بتاعك، تختار حد مشهور وتتعاقد مع انفلونسرز كتير قوي، ففجأة التارجت اودينس يفتح فيسبوك يلاقي سين بيتكلم عنك، يفتح انستجرام يلاقي صوت بيتكلم عنك، يبقى كل الناس اللي هما بيتابعوهم وبيثقوا فيهم بيتكلموا على المنتج بتاعك. نلضمها بقى على طول باليو جي سي، اليوزر جنريتد كونتنت، ان انت تختار ناس كتير من اللي بيعملوا يو جي سي يتكلموا على المنتج بتاعك، فالتارجت اودينس يبقى المنتج بتاعك محاوطهم من كل حتة. تاني حاجة ودي مهمة جدا، الندرة والغموض. اللي بيسوقوا للعبة دي عملوا فكرة ذكية جدا، وهي ان هم مش بيبيعوها كده بالساهل، هم بيبيعوها جوه بوكس، فانت وانت بتشتريها ما تبقاش عارف انت بتشتري انهي نسخة منها. ما هي الحاجة الغريبة دي طلع في منها نسخ كتير، وعاملين نسخة واحدة limited edition، مركزين قوي هنا على الندرة، موجودة في كل 72 علبة. يعني انت محتاج تشتري، لا ده رقم اكتر من ان انا اعرف احسبه، علشان تلاقي النسخة النادرة دي. بس يا صاحبي انت كده هتخلي كل الناس تتكلم على المنتج بتاعك وتبقى عايزة تشتريه، لان انت خلقت عنده نيد ما كانتش موجودة، ولعبت قوي على البوزيشن بتاع المنتج بتاعك. بس لو انت بقى حد بتأسس بيزنس والجول بتاعك اكبر من ان انت تعمل ترند وتعمل فرقعة، او ان انت تحقق مبيعات كبيرة قوي لمرة واحدة، حتى لو هتتبع الاستراتيجي دي، في حاجات كتير تاني في المنتج وفي التسويق لازم تركز عليها عشان تكسب عميل حقيقي وشركتك والمنتج بتاعك يفضل مكمل لسنين قدام. بس كده. طب ايه بقى حكاية العروسة الغريبة دي وايه اللي اتعمل بالظبط عشان يخلي كل الناس تتكلم عنها؟ هقول لكم في ريل تاني.